غولام اللي كان احسن ظهير ايسر في فترة 2014 2018 بدا في سان تيتيان، بعدها بسنوات بعد تألق راح لفريق نابولي، والتامة اللي بدات القصة الحقيقية تسجيل اهداف. راني نقول لك اللاعب هذا كان قوة هجومية كبيرة، يسجل يمين يسار. شوف هذه اللقطة، شوف كيفاش يكملها في الشبكة. شوف، الله الله على غولام. كان لاعب اني نقول لك عنده عرضيات سم القاتل. شو العرضيات ديالو؟ شوف، اني نقول لك كان يدير دمار شامل، زلزال في الدفاع. لاعب اللي كانت عنده قدرات هجومية مرعبة، وزيد كان يلعب في الدوري الإيطالي، دوري معروف بالصلابة الدفاعية. وهذا ما منعش غولان باش يكون واحد من أقوى الأظهرة في العالم، وخاصة العرضيات. أني نقول لك ما يخلصوش. متعة هذا اللاعب، يمد لك عرضيات تحير فيه، ويزيد لك الزيادة الهجومية. شوف أنا كيفاش يقدم زيادة هجومية وتمريرة حاسمة. سجل هدف يا وليدي. هاي الهضرة. شو كيفاش، شو التمريرات ديالو. شوف، زيادة هجومية ضخمة يديرها. أنا نقول لك كان ظهير يطير في نابولي. شو با. والعرضيات ديالو ما يخلصوش، كان اختصاصه عرضيات. هذا اللاعب العرضيات اني نقول لك شغله ويقصر كيديرها. اختصاصي. شو حتى مع المنتخب كيفاش العرضيات يديرهم. كان مستوى ثابت ما بين نابولي والمنتخب، كان مستوى عالمي. شو العرضيات ديالو. اني نقول لك اختصاصي عرضيات. توب. كان غلام احسن ظاهر ايسر شفته في المنتخب، خاصة في ثبات الاداء ديالو. يلعب في فريق ديالو ولا في المنتخب اداء ثابت. ثم ولا لهنايا قبل ما يروح نابولي كان اداؤه عالمي. شو العرضيات ما عندك ما تهدر فيه. من احسن اظهرة في العالم. او شو الله يبارك. دخل مدافع كنت نروح با. والزيادة الهجومية كان نقول لك ما نحكي لكش، يزيد زيادة. كان محبوب الجماهير في نابولي، وحتى دفاعيا كان يضرب. حرارة وش بيك. شو كيف يخبطوا. شو طب راح عرضية. هيا با. ودفاعيا الدوري الإيطالي يخليك تولي تحترف الدفاع. دراه عليك. شو هو كانت نقطة قوته هجوميا، ويدافع بشراسة ما كاش كيفاش. وهنا يعاود يزيد لهم عرضية وحطها في الجول. يا شو الزيادة الهجومية. كان لاعب سريع وكان يزيد العرضيات. غير اللي اختارت لي لعبوا ما يفهموش. شو هنا كيف يديرها عرضية في الشباب. ما يعرفش يتيري يلعب معاه. خطرت هما يفسدوا عليه. ودفاعيا هنا ثاني، وكانت عنده واحد لي كوفرون ما نحكي لكش. اللي كوفرون كانت عنده قنابل ماشي لي كوفرون. شو هذا البيت كيفاش ماركا مع المنتخب الجزائري. قنبلة راه جدك. الجول ما كاش كيفاش يقبضها. انسى تقبض الجول وما قدرش يجبدها. وزيد شوف هنايا التمرير الحاسمة تاع الله قشرها على محرس وماركاها محرس، ومن بعد تخلص هنا الحكاية. هذا من أقوى مبارياته. زاد هنا ركلة جزاء، تسديدة حطها ديريكت في الجول. قنبلة ما يرحمش، لا في ركلة جزاء لا في كوفرون. كيف أقوى مباراة لعبها في كأس العالم ضد ألمانيا. شو العرضية في راس سليماني. شعره وحسبوها هدف، ولكن كان تسلل. وهنا اللقطة اللي أسالت العرق البارد لألمانيا. جننهم هذه اللقطة غلام. هذه اللقطة يكون دخلت كانت ألمانيا تروح والجزائر تروح لمرحلة ثانية في كأس العالم هذه. ولكن للأسف مليمترات هكذا صغيرة. هذه الكرة. وهنا في لقطة اللي مش حينسوها قاع الجزائريين. مباراة الجزائر تونس. علاش ما خرجتش للتوش يا غلام؟ علاش؟ شو لك خطأ الكارثة تاع غلام. هذه قبل نسوها لك شغول. كان وصل أعلى مستوى له. من بعد للأسف هذه المباراة اللي غيرت مسيرته الكروية. جاته هنايا إصابة دمرت المشوار ديالو.
إصابة في أخطر مكان في الرباط الصليبي. من بعد هذه المباراة الرجوع ديالو كان كارثة، كمل في الإصابات وطاح مستوى غولهم. قصة لاعب اللي كان أحسن ظاهر أيسر في المنتخب.